صباح الخير. سيادة العميد الحقوقي حكم دحام حبو مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لمحافظة نينوى. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ سيادة العميد، نقدر نبدي لقائنا بريد نعرف أهمية تجديد البطاقة الوطنية. نعم، طبعا للبطاقة الوطنية أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن في إصدارها ضمن الموعد المحدد، باعتبار أنه أغلب دوائر الوزارات الأخرى بدأت تعتمد على البطاقة الوطنية دون الاعتماد على المستمسكات الورقية أو القديمة. ولهذا كون محافظة نينوى أيضا من المحافظات اللي تأخرت في انطلاق مشروع البطاقة الوطنية، وجه معالي وزير الداخلية المحترم برفد الدائرة المديرية بعدد من المحطات المحمولة، والتي ابتدأت المرحلة الأولى كان في الشهر الثاني لغاية الشهر الخامس، وكذلك المرحلة الثانية كانت في الشهر التاسع، والمرحلة الثالثة كانت في الشهر 11، وانطلقت المرحلة الرابعة بتاريخ 13/12 وبواقع 100 محطة 150 موظف قادمين من محافظات أخرى. كل هذا عزز دوائرنا، وبالتالي استقبلنا أكبر عدد من المواطنين لإصدار البطاقة الوطنية، كونها أصبحت مهمة للمواطن حتى يقدر يكمل معاملاته اليومية في الدوائر والوزارات الأخرى. نعم. سيادتك نريد نعرف من هم المشمولين حاليا بعملية تجديد البطاقة؟ طبعا كل فئات المجتمع مشمولين بمسألة إصدار البطاقة وتجديد البطاقة، سواء كانوا يعني رجال ونساء، كبار سن، حتى حديثي الولادة، المرضى، يعني كل فئات المجتمع حاليا مشمولين، باعتبار احنا بالمراحل النهائية على مستوى العراق في مسألة إصدار البطاقات الوطنية لأهالي جمهورية العراق. سيادة العميد، سمعنا بأن راح يصير نعم. إلغاء بطاقة السكن، وراح تصير هي مع البطاقة الوطنية. هاي الإجراءات شلون راح تكون؟ طبعا هذه الإجراءات راح يعني تجينا من مراجعنا، ولكن هي ليست إلغاء، وإنما دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية ضمن البرنامج الإلكتروني الخاص بالبطاقة الوطنية. إجراءاتها إن شاء الله ستكون سهلة جدا، ولكن هناك مواعيد راح نتبلغ بها. لحد الآن المشروع ما انطلق، إن شاء الله بالقريب العاجل. نعم. تمام، يعني هو المشروع بعد يعني قام ما منطلق بمشروع دمج بطاقة السكن مع البطاقة نعم. الوطنية، بس يعني كالمعاملة بالضبط المشروع راح تكون قائم. معاملة حال البطاقة الوطنية. شلون ما نسويها؟ لو إجراءاتها أسهل راح تكون؟ لا فقط معاملة، يعني إجراءاتها بسيطة جدا وليس كإجراءات البطاقة الوطنية، باعتبار أنه أغلب المواطنين يعني عندهم سكن ثابت دائم وحاصل على بطاقة وطنية، ولكن فقط مسألة أنه ندقق البيانات وحتى ندخلها ندمجها مع البطاقة الوطنية. نعم. تمام. سيادتك تعرف يعني هواي ناس تتساءل بهذا الموضوع، إذا واحد غير سكنه إلى غير منطقة، يعني راح يرجع إلى الأحوال المدنية مثلا، إلى البطاقة، راح يغير البطاقة هناك؟ بالضبط، فقط أن نحدث البيانات مالته إذا غير سكنه من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، فقط تحديث بيانات حتى يكون عملية الوصول إلى محل سكن ذلك المواطن. سيادة العميد، اكو مثلا بالبطاقة نعم. الوطنية إذا صار غلط بالاسم، هواي ناس تقول يعني هاي راح تصير معاملة كلها يعني من البداية إلى النهاية. هل تغيير أو إذا صار غلط بالحرف بالبطاقة، هل تغييرها سهل راح يكون؟ طبعا عملية تجديد البطاقة سهل جدا، يعني خاصة عند إدخال بيانات. هناك خطأ مثلا بالمواليد أو بالاسم، عملياتها وإجراءاتها بسيطة جدا. مجرد المواطن يقدم طلب يتحول إلى المدخل المختص، فقط نحدث البيانات ماله، العملية ما تستغرق 5 دقائق وتصدر البطاقة بعد يعني أيام قليلة. ليست هناك إجراءات معقدة في مسألة تجديد البطاقة الوطنية، سواء كانت ضائع أو تالف أو خطأ في الطباعة. سيادة العميد، نعم. نقدر نعرف شنو الخطوات الأساسية لتجديد البطاقة؟ طبعا هي مثل ما معمول في كل المحافظات، أنه هناك حجز إلكتروني، المواطن عنده حجز إلكتروني مسبق
بعد ما يجي حسب الموعد المثبت استمارة إلكترونية خاصة بالبطاقة الوطنية مع جلب المستمسكات الأصلية للمواطن حتى ندققها مع البيانات الموجودة بالاستمارة وندخل البيانات، وبالتالي نبني قاعدة بيانات صحيحة لكل مواطن أو لكل عائلة على انفراد. نعم. سيادة العميد، أكو سؤال كالعايش خارج العراق. يعني أنا بصراحة عندي ناس يجون هنا يسوون البطاقة نعم. الموحدة، بس كالعايش خارج العراق ماكو فت طريقة بأن يقدرون يسوون بطايق هم بالبلد اللي عايشين به؟ طبعا حسب معلوماتي هناك يعني دائما وفود وحملات ومحطات تذهب إلى خارج العراق في عدد من الدول، يعني مباشرة بعملها في أغلب الدول أنه تروح تصدر بطاقات وطنية للجالية العراقية وللعراقيين الكل الموجودين في أي بلد، ولكن هذا حسب جدول يعني زمني مثبت من المرجع. نعم. بصراحة أنا سألتك هذا السؤال لأن أنا أعرف ناس هواية فيريدون يطلعون البطايق، فاكو ناس تقدر تجي واكو ناس صعب جيتها، فدي عندهم استفسار بهذا الموضوع. يعني اذا صارت كبالسفارات العراقيه الموجوده بدول الخارج، يعني هل هذا راح يصير يعني كالبطاقه؟ لان هم الناس اللي تسال هذا الموضوع بصراحه. طبعا هو يعني مو راح يصير، وانما صار. يعني مثلا في المانيا راح وفد هناك صدر بطاقات، في ايضا في عندنا بالامارات، في قطر، في امريكا حسب معلوماتي، في بريطانيا من المملكه المتحده حسب معلوماتي، ايضا في تركيا هناك محطات ذهبت وصدرت. ورغم هذا المواطن اللي يجي وافد من دول الخارج ايضا له يعني اسبقيه واستثناء من الحجز، اذا قدر يحضر للدائره الرئيسيه نصدر له بطاقه، والاجراءات اكيد راح تكون مبسطه بالنسبه للوافدين من الخارج. نعم. هو شلون ما ذكرت حضرتك بأن الوافد من الخارج هو عنده استثناء، يعني بدون حجز دايركت يطب ويسوي له البطاقة الوطنية. طبعا هذا الموضوع كلش مهم اللي بالخارج، يعني بدون طبعا هو بدون حجز. طبعا نعم، حسب التعليمات يدخل بعد دخوله، عنده فترة شهر من دخوله للعراق بموجب جواز سفر سواء كان عراقي أو أجنبي، يعني حتى إذا كان متجنس ويعتبر هو وافد يستثنى من الحجز الإلكتروني. وأيضا هناك تبسيط في الإجراءات لأن عنده فترة محدودة حتى يقدر يكمل إجراءاته ويحصل على بطاقته ويغادر. نعم. سيادة العميد، هل توجد فرق جوالة أو خدمات خاصة لكبار السن؟ طبعا هناك محطات محمولة اللي هي الVIP، هذا لأي مواطن يرغب بأنه تصل المحطة المحمولة الVIP بموجب رسوم. الرسم 250,000، هذا تذهب لمحل سكنه أو في أي أماكن، إضافة إلى عندنا محطات MBK للحالات الإنسانية، وهي مخصصة أيضا لكبار السن والمرضى الراقدين في المستشفى والمقعدين أيضا يعانون من أمراض مزمنة في الدار. تذهب هذه المحطات حسب التوجيهات من وزارة الداخلية وتكون الرسوم مجانية. نعم. سيادة العميد، كيف تعملون على تقليل الزخم داخل الدوائر؟ طبعا التقليل الزخم نعزز، أولا نعزز كوادرنا في القسم المعني اللي يعاني من زخم، خاصة وإحنا في نينوى عندنا تقريبا 26 قسم بطاقة وطنية، تقريبا عندنا 18 قسم استنفذ الحجز الإلكتروني وبدأ المواطن يحجز يراجع في اليوم الثاني. بدينا نسحب من هاي الدوائر عدد من الموظفين المختصين سواء كانوا مدخلين بيانات، مدققين، مصرحين. عززنا الدوائر اللي تعاني من زخم وبالذات مركز مدينة الموصل الأيمن والأيسر. أيضا فتحنا يعني نوافذ أخرى أو دوام مسائي بالنسبة للأيمن من خلال تعزيز الكوادر حتى يكون تدقيق المعاملات ورفعها إلى قسم العمليات يكون صباحي ومسائي. يعني سيادتك ذكرت بأن أنتم فتحتوا ساعات إضافية للعمل. بالضبط، حتى فتحنا ساعات إضافية، فتحنا أيضا حتى يوم السبت بلغنا مراجعنا أنه باعتبار أنه نينوى هناك زخم في المراجعين وإحنا محددين بإن شاء الله بوقت، وعندنا رؤية أنه كل أهالي نينوى قد حصلوا على البطاقة الوطنية، وهذا يتم من خلال تعزيز العمل إذا كان يوم سبت أو مسائي، إضافة إلى المحطات المحمولة اللي
باشرت بالعمل منذ الشهر الثاني. هذه كلها أكيد راح تخلل من الزخم من المراجعين بالنسبة لدوائر البطاقة الوطنية. سيادة العميد، هل للمواطن له سبب بالتأخير والمراجعات المتكررة يصير زخم بالدوائر؟ طبعا اغلب مواطنينا مع الاسف انه ما يلتزمون بالموعد المحدد المثبت للمراجعه، خاصه يعني انا اعاني منه حاليا من خلال استلام المعامله من خلال المحطات المحموله. حتى ندقق المعامله ويدفع الرسم المواطن، اكيد ان نعطيه موعد انه يراجع الدائره الرئيسيه لكمال الاجراءات، ولكن وضمن يعني الطاقه الاستيعابيه لكل قسم. فاحنا نبلغ عدد المطلوب حتى يراجع، بالتالي تكون سهوله وتبسيط في اجراءات الاستلام المعامله. لكن اغلب مواطنينا ما يلتزمون بالمواعيد المحدده، ولهذا يسبب لنا زخم، وفي بعض الاحيان يسبب لنا مشاكل فنيه في مساله استقبال المراجعين. نعم. سيادة العميد، ما رؤيتكم المستقبلية لتطوير خدمات الأحوال المدنية؟ طبعا رؤيتنا المستقبليه لتطوير عمل دوائرنا ان شاء الله، اول النقطه الاولى هو تعزيز الكادر البشري اللي يعمل في دوائر البطاقه الوطنيه. كون محافظه نينوى عدد سكانها ما يقارب 4 مليون ونص نسمه، وعدد موظفينا لا يتناسب مع هذا العدد السكاني الكبير. نأمل أنه تعزز كوادرنا، وحسب ما وعدتنا إن شاء الله وزارة الداخلية والمديرية العامة. كذلك أن نأمل أنه يكون عند تعزيز الكادر أن يكون من ذوي الاختصاص، يعني خريجي علوم الحاسبات والإلكترونيات والاتصالات والاختصاصات الأخرى. كون عملنا أصبح إلكتروني بحت في كل أقسامنا، سواء جوازات أو بطاقة وطنية، وبالمستقبل القريب إن شاء الله بطاقة السكن. كذلك إن شاء الله في القريب العاجل نفتح دائرة البطاقة الوطنية الأيمن في موقعها الأصلي في الجانب الأيمن قرب ملعب باب سنجار، وهذه الدائرة كبيرة جدا بها ما يقارب 150 نافذة، ومهيئة من كافة الخدمات حتى تكون لائقة لاستقبال أهلنا في محافظة نينوى. نعم. شكرا سيادة العميد الحقوقي حكم دحام حبو، مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لمحافظة نينوى. شكرا لك لأن أعطيتنا من وقتك، شكرا لك على الحوار طبعا، وشكرا لأن كنت معنا شكرا في أستاذ. صباح قناة العراقية السريانية.